لماذا فيرات لا يستطيع أن يترك باكهي بسهولة؟ أريد رأيكم حول ارتباط فيرات بباكهي ووعده لها، ولماذا الجميع يكرهها؟ لماذا الجميع نسي معروف باكهي بعد مغادرة ساي المنزل؟ الحقيقة الموجودة في مسلسل حبيبتي من تكون أن فيرات لا يستطيع أن يترك باكهي بهذه السهولة، لأنها قامت بتقديم الكثير من المساعدات لعائلة شافان. مع إني بكره شخصية باكهي، ولكن هذه هي الحقيقة. يعني ببساطة، لما كان معتبرين أن ساي ميتة، باكهي كانت الكنة المثالية وكانت تحترم قرارات فيرات، وأنه زواج المصلحة لا أكثر ولا غير. أنا كرأي أحببت تصرف باكهي لأنه ليس مثل المسلسلات الأخرى، حيث تقوم الشريرة بالاقتراب من البطل غصب عنه وتقوم بأفعال ضد رغبته. جميعنا نعترف بمجهود باكهي في فترة الغياب ساي، ولكن الآن ساي على قيد الحياة. لا يمكن أن ننكر أن باكهي تعرف حقيقة حب فيرات لساي، وتعرف أن فيرات لا يحبها كزوجة له. يعني منطقيا يجب على باكهي أن تتركهم يعيشون حياتهم. أظن أن الحالة التي تعيشها اليوم باكهي هي بسبب أفعالها، لأنه من البداية تريد أن تسرق حياة ساي. أول شيء زوجها وبعدها ابنها. لهذا أي شيء سيحدث مع باكهي سيكون نتيجة لأفعالها، وسوف تحصد ما زرعته، فكل ساقي سيسقى بما سقى. لما مات سامرات الكل طلب منها أن تبدأ حياتها من جديد، ولكن هي لم توافق. هدفها أن تدمر حياة ساي، وأصلا ساي ما كانت رح تحرمها من فينو، كانت تريد أن يعيش فينو معها أيضا، لأنها هي من اعتنت به وربته كابن لها. أما بالنسبة لفيرات وضعه صعب، فهو لا يستطيع أن يترك باكهي بهذه السهولة. لهذا السبب المنتج يجب أن يحول باكهي إلى شخصية مجنونة أنانية حتى يكرهها الجميع، ويستطيع فيرات الابتعاد عنها، لأنه غير هذه الطريقة لن يقدر على تركها. أنا جد متفائلة بعودة ساني إلى مسلسل حبيبتي من تكون، وأظن أنه سيكون له تأثير كبير على علاقة ساي وفيرات. وأنتم شاركوني بآرائكم. انتهى الفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات عن المسلسلات الهندية ونجومها، واعملوا لايك للفيديو، وكلمة شكر منكم تكفيني.